السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد ومعايا ريفيو النهاردة عن غسالة اطباق بيكو 13 فرد المتقدمة. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك للفيديو، ويا ريت لو في اي كومنت تكتبه لي تحت. النهاردة ان شاء الله هنعرف وظائفها. هي تاتش يا جماعة، هو مكتوب على البطاقة بتاعتها ان هي سي، لكن في غسالات كتير نفسها برضو متقدمة وبيكو 13 فرد وايه، فهم قالوا ان ديت ما بتبقاش الكفاءة بتاعتها، دي بتبقى هي بتبقى ايه، بس هما بيعملوها عشان الجمارك. تمام. تعالوا، هي بيكو، ده رقم يا جماعة الموديل بتاعها اهو. دي اف ان 38 اكس، ده الموديل بتاعها، ده التاتش بتاعها. هنشوف وظايفه دلوقتي، نفتحها من جوه. هي فيها نور، فيها هنا لمبتين لو تشوفوهم معايا اهي كشافين اهم. تمام. هي 3 ارفف. عندي هنا رف المعالق اهو، طبعا انا حاطه لسه المواعين لسه ما غسلتهاش، عشان لو احنا عايزين نشيل الرف ده بنشيل دي كده وبنشيلها، وبنشيل كمان اليمة التانية هنا. تمام. نركبها تاني. تمام. الرف التاني ده بحط فيه برضو الاطباق والكوبايات ومثلا لو في مثلا شفشق كمان يكون كبير شويه ولا حاجه. وفي كمان اللي هي العلاقه دي بنحط عليها مثلا الكرنيب، الحاجات اللي بتبقى الطويله اللي بنقلب بيها. والرف التاني نفس الموضوع. بصوا يا بنات، فيها شفتوا انتوا اللي هي دول كده بتتكي عليها كده، وفي كمان اليمة التانية واحد كمان تتكي مع بعض. عايزة ترفعي لفوق بترفعيها، بصوا اهي بتترفع، بس طبعا انا عشان بصور بايه التانية فمش عارفة ان انا امسكها كمان اليمة التانية. بترفعي وبتنزلي. تمام. الرف التالت بقى اهون. هي ما شاء الله واسعة وجميلة كبيرة، بتاخد يعني دي صينية ودي صينية تانية. دي حلة صغيرة، ده بحط فيها ممكن يكون 4 حلل، بتاخد معايا الصراحة. بحط فيها قشر برتقانة علشان الريحة متدنيش ريحة وحشة. الرشاشات بقى هي فيها 4 رشاشات، ادي رشاش وادي التاني اهو، وادي التالت يا رب يكون ظاهر اهو، والرابع طبعا اللي هو بتاع المعالق. اوريهولكم يا رب بس يبقى ظاهر. مش عارفه ابينه كويس. المرايه بتعكس فمش عارفه الصراحه اهو. تمام، هو كده تمام اهو ظاهر اهو. ده اللي هو الرابع صغير. تمام. هو رشاش على فكره. تمام. علشان بقى نفك الرشاشات يا بنات، هوريكم. عشان نفك الرشاشات ده فيه، شايفين الكليبس ده اهو، وبيتحط برضو نفس الحكايه وبنربط وخلاص. تمام. اللي تحت بقى الرشاشة، بس معلش دي بنفكها عادي كده. شايفين هي عامله ازاي من تحت اهي، ضغط اهي. معلش لو الكاميرا بتبقى بتتهز شويه اهي، بتتفك عادي خالص. التانية دي برضو بنفكها كده، نفك
عادي كليبس، بس مش ملك عشان ايدي التانية، بس هي برضو بنفسها كليبس وتفكيها عادي. دي برضو بتحطيها كده عادي اهي ضغط. تمام. الفلتر بتاعها بقى هو، معلش كنت بثبت بس التليفون وهي علشان نفتح دي، نفتحها خالص. على فكره يبقى فيه شويه ميه تحت، تمام، فعادي يعني. تمام. دي بتتفك عادي، ودي بنغسلها، الاتنين دول بنغسلهم بعد كده عادي. تمام. ده المكان اللي احنا بنحط فيه الملح، بيبقى فيه ميه على فكره اهون. انا طبعا حاطه ملح وبيبقى فيه ميه كده. نقفلها بقى عشان كل ما بتتغسل بيجي فيها ميه على فكره. تمام. المكان بقى اللي احنا بنحط فيه، المسحوق والزيت، ده اللي احنا بنحط فيه المسحوق. نفتحه كده، نحط هنا المسحوق، نحط حبه صغيرين جدا على فكره. انا بستعمل فيبا. تمام. هنا بحط المسحوق وهنا بحط الزيت. انا ظابطه الزيت على 2. بحط الزيت هنا يعني طبعا لسه فيها هين. بظبط بقى الدرجه من هنا، يعني بتكه هنا على الزرار هنا كده. تعالوا نشوفها. بتكه هنا كده. تمام. والف البقره دي على الدرجه اللي انا عايزاها. تمام. وفي الرف يا بنات اللي هو الاخير اللي هو الاولاني ده بيترفع فيها 2 دي زي ما احنا شايفين كده، وبنحط ننزلهم لو انت بتشتغل او حاجه. في الرف التاني برضو نفس الموضوع، فيها هنا كده اهو. برضو هنا اهو. تمام. في بنات كمان بتسأل على النص حمولة. النص حمولة برضو يا جماعة اللي هو برضو اللي هو مثلا زي البرامج الطويلة وانتي بتعمليها نص الوقت، دي كده نص حمولة. هتيجي تقولي لي احطها طيب على الرف اللي تحت ولا الرف اللي فوق؟ اي رف ما هيش فارقة، يعني الرف ده او الرف ده مش مشكلة، هي كده كده ده الرشاشات كلها بتشتغل معاها. تمام. هو توفير بس في الوقت يعني. تمام. او لو انتي مثلا عايزة تحطي كمية صغيرة ولا حاجة. دي كانت حلقة النهاردة، وده ريفيو عن غسالة الاطباق بيكو 13 فرد. يا رب اكون فدتكم. في حاجة كمان يا جماعة نسيت ان اسألكم عليها. احنا مثلا شغلناها هي، هعملها مثلا على 5. انا مثلا عايزة اقفل علشان الاطفال ما تلعبش في التاتش وهي شغالة. عندنا هنا، عندك هنا سهم هون بميل اللي هو على علامة الشطف دي وعلامة اللي هو الرشاش الرابع، نتك عليهم الاتنين كده بيساوي لغاية 3. جه هون عمل قفل، شايفينه؟ في قفل هنا كده، مش عارفة مش باين معلش عشان الكشاف اهون. لو هو باين سنة اهون. تمام كده. ده كده قفل. عايزة اقفله، عايزة اقفل القفل ده عشان مثلا محدش يجي يلعب كده، مفيش حاجة تتغير لو اي طفل ولا حاجة لعب فيه. عايزة بقى الغي نفسه برضو، هعمل الاتنين برضو مع بعض. خلاص كده اشتغلت. علشان اشغلها بشغلها من هنا. تمام. انا طبعا مش هشغلها دلوقتي، هعمل لها تاني كنسل. عايزه بقى انا دلوقتي شغلت برنامج ومش هشغلها دلوقتي، خلاص بعمل هنا على الباور 1 3. خلاص كده قفلت. تمام. هشغلها بقى، هشغلها برضو تاني من جهاز الباور. تمام. وده كده كان ريفيو اهوت يا بنات عن غسالة اطباق بيكو 13 فرد المتقدمة. ده الموديل بتاعها.
البنات اللي خايفه من الكهرباء بتاعتها على فكره معايا كانت كويسه، يعني ما حسيتش بزياده اول حاجه عادي. هي كمان قالوا ان هي مش سي، قالوا ان هي ايه، عشان حتى كمان في بطاقات مكتوب عليها ايه، فالعلم عند الله بقى. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم واستفدتوا منها، ولو في اي تعليق ممكن تقولوا لي وانا هرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم. انا مشغله دلوقتي الغساله نوع على 5، طلعها شويه وتخلص، هي فاضلها 15 دقيقه. هوريها لكم من جوه وهي شايفين البخار، شايفين لسه مخلصتش، والصينيه كنت موريها لكم قبل الغسيل، شوفوا لسه بقى تمام، لسه هي بقى هتخلص. عايزه اوريكم بس البرامج بتاعتها، عايزه اوريكم هي طبعا فيها 8 برامج. لو انت مثلا هتشغلي برنامج طويل بتخليه نص حموله من هنا، نص الوقت، نص حموله اللي هو نص الوقت تمام من هنا. وده طبعا لو احنا عايزين زي ما انا قلت لكم بتقفلي من هنا، ده لو انت عايزاه امان تمام، مش عايزه يعني اطفال ولا حاجه تلعب فيه. وعايزه تفصليه برضو بتتكي عليه برضو لغايه لما بتخلصي ال3 دولت، وبعد كده ايه تفتحيها عادي. انا ما عملتوش عشان مش عايزه اشغله دلوقتي. في كمان برنامج اللي هو على رقم 8 بيبقى 15 دقيقه، ده انا بغسل فيه الخضار، ده برنامج الخضار، او تشطفي المواعين لو انت مبيتاها في الغساله. بحط فيها الخس، بحط فيها الخضار، بحط فيها الطماطم، بحط فيها الفراوله، بحط فيها بطاطس، بطاطا، اي حاجه انا بحطها فيها، والحمد لله ما شاء الله شغاله معايا تمام يعني. في كمان اللي هو 30 اللي هو رقم 7، برنامج 7 بيبقى 30 دقيقه، ده برضو بيبقى برنامج صغيرين، لو هو بس يعني طبقين بس، حاجه بسيطه قوي يعني مثلا حاجه فطار، حاجه الغدا، مفيش بقى حلل، مفيش الكلام من ده. انا بشتغل على طول على برنامج 5 اللي هو بيديني 58 دقيقة، ده جميل وحرارته 70 درجة، حرارته مش صغيرة، حرارته عالية، فبالتالي انا بحط الحلل، بحط كل حاجة في البرنامج ده، بحط برضو الكاسات، اطباق اللي هي البايركس، كل حاجة بعملها على البرنامج 5، جميل الصراحة. لو في بقى دهون شوية ممكن بقى تشغلي على رقم 1 على رقم 2 براحتك، وتعملي مثلا هو نص الوقت. يا رب اكون افدتكم، ولو في اي سؤال فيها ولا حاجة انا تحت امركم.